أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من الشارع المصري. عايزين نرجع معاكم كده بالذاكرة ل 25 يناير 2011، التاريخ الذي لن ينساه هذا الجيل. خرجنا جميعا إلى الشوارع راغبين في تحقيق ثورة حقيقية، مش فقط لإسقاط نظام وإحضار نظام آخر، ولكن كلنا كان لدينا الأمل في أنه ستكون هناك ثورة كاملة متكاملة، هنغير من نفسنا وهنغير من أخلاقنا وهنغير من تصرفاتنا، وهنحاول إن احنا نحسن كل حاجة، وهنحاول إن احنا نتفادى الأخطاء، وفي دور على النظام الجديد وفي دور علينا. وعايزين نتكلم عن الكرامة بجد، وعن العدالة الاجتماعية بجد، والكرامة الإنسانية بجد. يعني كلنا كان عندنا هذه النوايا الحسنة، وشفنا الناس في الشوارع وشباب واقفين بينظفوا مكان ما هم موجودين، والأمل والإشراق والتفاؤل كان الحقيقة يملأ من آمن ب 25 يناير 2011، من آمن بها حقيقة وأنها كانت ثورة للشعب، مالناش دعوة باللي ضحكوا علينا. المهم، القصة عارفينها كلنا. خرج علينا من يعني تلقينا منهم الصدمات. أولا التغيرات والأحداث التي حدثت على الشارع منذ ذلك الحين والصدمات المتتالية. أولا لدينا من تاجر بالدين وأوهمنا أنه صاحب الرسالة الذي جاء ليقدم المشروع الإسلامي، وهو منذ اليوم الأول كان يتآمر على الثوار مع رموز النظام السابق، ثم عمل ضد من كانوا يقفون معه في الميدان أيضا حتى استطاع أن يستولي على السلطة. على الجانب الآخر رأينا في الشارع نفسه مظاهر جديدة وغريبة علينا، كلنا ابتدينا نسأل هو في إيه؟ مين دول؟ الأخلاق دي منين؟ التصرفات دي إزاي؟ هو إيه اللي بيحصل؟ معقولة كم الألفاظ دي؟ معقولة كم المشاكل دي؟ معقولة الناس بقت مش مستحملة بعض؟ معقولة هذه العصبية؟ معقولة هذا الانفعال؟ كل ده كان فين؟ كل ده كان مستخبي فين؟ هل هو ظهر فجأة؟ هل ينفع يظهر فجأة؟ ولا ده كان شيء موجود واحنا ما كناش شايفينه؟ ولا كان في حد قادر ان هو يضغط عليه فما يظهرش او يمنع ان احنا نراه؟ حقيقة كلنا بنسأل نفسنا، هو المصريين جرالهم ايه؟ هو الشارع المصري جراله ايه؟ هي اخلاق المصريين اتغيرت؟ هي اخلاق الشعب حصل فيها هذا التطور الخطير؟ المشاهد اللي كنا احيانا بنشوفها في بعض الافلام اللي كنا بنرفضها ونقول ايه التجاوز ده؟ هو ده المشهد المصري؟ هو ده اللي احنا عايزين نبينه في افلامنا؟ هو المصريين ما فهمش غير ده؟ الحقيقه بقينا بنشوفه على ارض الواقع وبشكل يومي وبشكل متتالي. والسؤال اللي بيفرض نفسه علينا هو ايه اللي حصل للمصريين؟ وكما يقولون إذا عرف السبب بطل العجب. قلنا الأسباب كتير، حللنا كتير، ولكن أين هي الحلول؟ بينما نتحدث هذا الوضع موجود وأحيانا يتفاقم. يعني أكيد هذه السلوكيات لم تظهر في يوم وليلة، كانت موجودة ولكن تزايدت. بعض المحللين سياسيين واجتماعيين وغيره بيقولوا أنه غالبا بعد الثورات بتحدث مثل هذه الأفعال، من سرقات لسلوكيات مختلفة سيئة لضرب. شفنا كلنا قد إيه كان يعني بنجد أسلحة بتدخل إلى مصر من طرق مختلفة، تزايدت الأسلحة في بيننا، حتى المواطنين العاديين ابتدوا يدوروا على السلاح من أجل الدفاع عن أنفسهم. أحداث كثيرة جدا مرت بينا، أحداث عنيفة، أحداث مؤسفة، يعني قتل خلالها الكثيرين. يعني شعرنا بحزن جسيم وحزن دفين وكثير جدا من هذه الأحداث المؤلمة. نصل الآن إلى هذا الحديث وأيضا نحاول أن نجد الحل. تحدثنا عن الأسباب وسنتحدث أيضا عنها، خاصة بعد أحداث أسوان الماضية، النوبيين والهليلة. إيه اللي حصل؟ إيه اللي وصل إن احنا نسمع عن هذا العدد الكبير من القتلى؟ الحقيقة يعني عشان نتحدث عن هذا الموضوع لابد أن نتحدث من خلال الصحافة وأيضا من خلال علم الاجتماع اللي هو في الأصل بيحلل المجتمع وأيضا يقدم الأسباب. لقائنا الآن مشاهدينا مع دكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع السياسي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. معنا أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ توحيد مجدي. أهلا بحضرتك يا فندم، ونرصد مع حضرتك كل ما هيحدث ومع الدكتورة أيضا. وحالا هنبدأ حوارنا مشاهدينا، ولكن بعد هذا.
عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين إلى استوديو الشارع المصري ونبدأ الحوار، وأبدأ بعلم الاجتماع السياسي. هل لابد أنه في أعقاب أي ثورة تحدث أن نرى مظاهر سلبية تطرأ على هذا المجتمع قبل أن يحدث الاستقرار؟ الناس كلها قاعدة بتحاول دايما كانت ترجع للثورة الفرنسية وتقول لك شوف اللي حصل بعديها وأخدوا قد إيه وقعدوا قد إيه لغاية ما خرجنا بالشكل الذي كان يسعى إليه الفرنسيون بعد قيام ثورتهم. لكن كان في قبلها مجازر، وكان في قبلها احتكاكات، وكان في. هل ده نظام يعني خلاص نعتبر نفسنا قدام واقع لن نستطيع أن نغيره، أن في أعقاب الثورة لابد أن تظهر كم من السلبيات قبل أن نصل إلى ما كنا نرجوه من هذه الثورة؟ هو طبعا هو واقع ان احنا بعد الثورات او بعد اي تغيير جذري في اي مجتمع بيحصل حاله من انهيار الثوابت المتفق عليها، بيحصل لها نوع من انواع الانهيار. إذا المجتمع أو إذا القائمين بالثورة عندهم تصور لنظام جديد وتم طرح النظام الجديد وتم الاتفاق عليه، بتقل مرحلة اللي احنا بنقول عليها الأنومي الاجتماعية أو مرحلة فقدان المعايير اللي بنمر بيها. في الحقيقة الحالة المصرية حالة خاصة، دايما الحالة المصرية حالة خاصة. ليه؟ لأن احنا مرينا بعد تخلي مبارك عن الحكم، مرينا بفترة اللي هم 18 يوم فيهم المصريين متلاحمين، المصريين كلهم تحت لواء كلمة مصري، سواء كانوا إخوان أو مسيحيين أو تيارات أو أحزاب، كله اندمج تحت كلمة مصري، وكان كله واقف على خط واحد بمنطق إن هو مصري، وتوحدوا في الطلبات اللي كانوا بيطلبوها للثورة. وقعدنا في ده وإحنا بنحس إن مصر بتاعتنا، وبدأ الشعار اللي بيسود ان مصر رجعت لنا كلنا، وان احنا كشعب دي مصر جديدة واحنا عايزين نبني. لكن في الحقيقة مع انهيار الثوابت، مع عدم طرح رؤية لكيفية ان احنا نخلي مصر بتاعتنا وان احنا نفضل كلنا تحت لواء كلمة مصري على المدى الطويل، ما خدتش وقت طويل معانا. ليه؟ لان المتربصين بينا كتير، سواء داخل مصر من بقايا النظام سابق، مش قادرة أقول عليه سابق لأنه لا يزال جذوره موجودة، لكن نظام كان يأمل هو كمان يعني نظام مبارك قلنا أنه لسه موجود، ورجال النظام بيعملوا ضد الثورة والنظام السابق كمان لسه ليه ديوله بتاعه، ومع بعض الأغراض أو المصالح الخارجية اللي هي لا يعنيها أن مصر تاخد مكانتها ومصر تقوم. لأنه إذا مصر أخذت مكانتها الحقيقية وقامت كما ينبغي أن يكون، ستتغير خريطة الشرق الأوسط ويتغير المنسوب العالمي كله. حتى الآن يعني حتى الآن بنطرح رؤى للتغيير، إنما التغيير الحقيقي لم يحدث حتى الآن. إحنا على أعتاب التغيير، على أعتاب مصر جديدة. نأمل بعد انتخابات رئاسية، بعد تولي رئيس جديد، بعد طرح آليات نظام جديد، أن تستقر الأمور. لكن ده طبيعي. الحاجة التانية بقى مع تغير النظام وعدم إحلال نظام من الثوابت مكانه، انهيار الموصل. ان احنا خرجنا من الزخم اللي مرت بيه الحالة المصرية خلال ال4 سنين اللي فاتوا بنوع من انواع تكسير القيم. كله اصبح فاسد، كله اصبح حرامي، كله اصبح مشوه، كل رموز اصبحت فيها كسر معين، وده بيعمل نوع من انواع الخلل داخل الاخلاق المصريه. يعني اصبح كل شخص معاه فلوس لازم يكون حرامي، كل واحد صاحب سلطه لابد ان يكون فاسد، كل واحد عالم او متخصص ملوش اي قيمه، واي حد يقدر يتكلم في اي حاجه. كل ناشط سياسي عميل. كل ناشط سياسي عميل. حتى كلمه ناشط سياسي نفسها بقت كلمه مشينه ومشكوك فيها، والناس كلها بتديها مسميات اخرى. اذا اصبحت العمليه فيها حاله من السيوله وحالة من عدم الانضباط، الهمجية، وده بيؤدي إلى سيولة الشارع، بيؤدي إلى خروج كل أسوأ ما فينا. لأنه كمان في ثقافة الندرة وانعدام الأمان، الكل بيطلع أسوأ ما فيه. لأن احنا في الحقيقة مع ثقافة إنه الحق قبل ما تخلص، ده بكرة مش مضمون، ده بعد ساعة مفيش مضمون، مفيش حد قادر يطرح رؤى، مفيش حد قادر يأمن لمستقبل. ويمكن فقدان الأمان صعب قوي، فقدان الأمن أسهل من فقدان الأمان. احنا عشنا في فترة في الأولى بعد 25 يناير حالة من فقدان الأمن بعد انسحاب الجهاز الأمني من الشارع بكل ما فيه.
ولكن فقدان الامن كان اسهل شويه، وكنا نقدر نعوضه بلجان شعبيه باشياء كثيره. حاول الشارع المصري ان هو يعوضها، وقدر في فتره معينه انه يستعين بها، لكن فقدان الامان هو ده الاخطر. طب هذا عن المجتمع وتغيراته، يعني يتحدث المجتمع ويتغير او لا يتغير، وترصد الصحافه ويرصد الاعلام ما يحدث في المجتمع. والحقيقه الاعلام لفترات طويله جدا كان متهم اتهامات مختلفه، وقد يكون الاتهام وفقا لرؤيه المتهم يعني او اللي بيقول الاتهام. المفروض الاعلام هنا بينقل، فالبعض بينقل بالفعل يرصد الموقف ويتحدث إلى المشاهد من خلال هذا الموقف وقد يحلله، والبعض الآخر يعني قد يتحدث عن بعض النقاط الهامة له فقط أو لكي يتحدث عن شيء معين. حضرتك لو هترصد لنا الإعلام، هل هو متهم بالفعل في أنه هو بيزود أو يزيد من هذه التحديات وهذه المشاكل؟ أقول لحضرتك على حاجة، هو أنا متهيألي إن اللي حاصل فيه برضه جزء من الكفر بالحلم. الشعب خرج وعنده حلم معين، فلما خرج وحصل انه خدع وتيار معين او حزب معين او جماعه معينه قفزت على السلطه وخدعته ويعني اضاعت حلمه، ففي النهايه وصل ان هو يكفر بالحلم. ومش بس كفر بالحلم، هو كفر بكل شيء جميل. واعتقد ان هو خرج ب يعني اداب عاليه ورقيقه ومشاعر المصريين الحقيقيه في خلال ال 18 يوم الاولانيين. وبعد 18 يوم هو أصيب بفيروس الأخلاق النظام اللي هو نظام مبارك، وبكل مساوئه وبكل ما فيه. أما الإعلام فأعتقد أنه مساهم في جزء من اللي حاصل لسبب عدم تنظيم الإعلام. يعني كنا مثلا زمان نعرف أن المذيع مذيع وأن الصحفي صحفي. حاليا هناك أزمة في الإعلام المصري وهناك سقطة، واعتقد يعني طبعا انا من مصلحتي ان انا يعني اقول ده كويس ان الصحفي ان هو يبقى مذيع او يبقى مقدم او يبقى عارض توك شو او يبقى يعني قائد في برنامج معين، لكن اعتقد انه خطأ لانه هو دخل المضمار بتاع الاعلام التوك شو وكذا وهو غير مؤهل. هو كان تأهيله الحقيقي هو تأهيل القلم، انه هو كاتب بيكتب. عندما تخلى عن القلم وارتدى زي الإعلام وأصبح اسمه انتقل من اسم صحفي إلى اسم إعلامي، طبعا مع احترامنا للمسمى بتاع الإعلامي، لكن لازم ان انت عشان تشتغل إعلامي لازم يبقى عندك مؤهلات الإعلامي، لازم تكون مدرب. في نقطة هنا، يعني ايه الفرق؟ في الآخر أنا الهدف سواء المذيع سواء الصحفي انه ينقل الخبر يحلله يقوله للناس. شايف ايه حضرتك؟ مش ان انا مع ده، بالعكس يعني انا برضه من مصلحتي الخاصه رأي حضرتك. بس هي مصلحه مجتمع في النهايه، هي مش مصلحه اشخاص. بالظبط، ما انا ده اللي عايزه اقوله في الاخر حضراتكم ولا مصلحه لا، وكمان ودخل عليها من هم ابعد من الصحفيين، يعني ما بقاش بس الصحفي. هو الصحفي اصبح الصحفي كمان منقاد في مجموعه يعني من غير تسميه كانت معروفه انها قلمها منقاد. فعندما جلست في مقعد المذيع أصبح من السهل برضو أن هو زي ما كان منقاد وهو صاحب قلم أن هو ينقاد بقى وهو قاعد ورا الكاميرا وقاعد ورا الميكروفون وبيتعامل مع ينقاد. لا من الصعب. يعني أنا أعتقد أن احنا في خلال مثلا من الستينات إلى الآن لو نرجع ونعمل إحصائية أكاديمية ويرد علينا الأكاديميين، أنا لم أسمع بأن هناك مذيعين انحرفوا إلا حالات نادرة. لكن اللي موجود دلوقتي انحراف جماعي في الإعلام الذي تقوده الهيئة الصحفية. وأنا أعتقد وأطالب أن الهيئة الصحفية أو إن اللي بيدي ترخيص بقناة وإنه يكون ماشي أوكي، خلي صحفي يقدم برنامج، بس أهله بقى إن هو يترك القلم ويبتدي بقى يشتغل كصحفي. لأنه هو برضو لما يعني أنا حضرت مع أصدقاء وأعرف نماذج كثيرة عندما يجلس ويبقى مذيع بتنتابه حالة نفسية سيئة. أعتقد أنه هو المفروض بعد ما يخلص مثلا البرنامج يعدي وهو مروح على الطبيب النفسي، بترتابه حالة نفسية سيئة جدا. لا أنا مش بهزر، أنا بتكلم بجد. وده واضح على كل اللي بيؤدي مهنة غير مهنته يعني.
من المفروض انه هو يتعلم وياخد دورات، او ان القناة لا تعطي تصريحا بظهوره الا ان يؤدي دورة معينة يستطيع انه هو تأهله انه يبتدي يتعامل مع الناس. انما عشان يجلس لمدة ساعة او ساعتين لوحده وينطلق على الشعب ويسكب عليه بقى كل الألفاظ الجارحة والبارحة والسيئة ويطيح في المشاهد ويقدم رأيه ويتعدى، عايز أقول لحضرتك بصراحة هناك انهيار في الإعلام. وأنا لا أعتقد أن معنى أن أنا أمنح كدولة تصريح لقناة أن أنا أمنحها تصريح يعني بالنهاية النهار بالمجتمع. اللي حاصل انهيار في المجتمع، واطالب الدوله انها تنظم تعمل عمليه تنظيم، مش تمنع. انا ما بقولش انها تمنعهم من رقابه، مش رقابه ولا رقابه. انا مش عايز رقابه، انا عايز الانسان يبقى محترم، يطلع وهو مؤهل، يطلع وهو جاهز انه يتعامل مع الجمهور لمده ساعتين. وانا لا اعتقد ان مثلا في تلفزيونات اجنبيه او قنوات محترمه مهنيه تتعامل بمهنيه وبمصداقيه الكلمه انها بتترك الميكروفون لبني ادم يطيح في الشعب المصري لمده ساعه، يوجهه زي ما هو عايز او زي اللي وراه ما عايز، لان اللي موجود وراه قناه، وراه رجل اعمال، وراء اتجاه معين، وراء مصالح معينة عايز يحققها، وراء معارك عايز يحسمها لصالح بعض الأشخاص. فأدى الموضوع إلى انهيار كامل في الإعلام. وده شيء خطير لازم الدولة تفوق له، لأن لو ما فقتش الدولة لهذا أنا ما نتعجبش بقى إن في أسوان يحصل كذا، ما نتعجبش لا قدر الله إن بكرة في كذا يحصل كذا، لأن أنت قاعد قدام قناة المشاهد قاعد قدامها عارف إن اللي بيقدم البرنامج ده إنه صحفي، وإنه صحفي من المفروض أنه محترم وله تاريخ. إنما لما قعد ولبس الميكروفون وابتدى يؤدي مهنة الإعلامي طاح في الشعب وأخذوا يمينا وشمالا، فالناس ابتدت يحصل عندها ميسليدنج. طبعا يعني أنا عايز أسأل الدكتور على نقطة، يعني يا دكتور هل السبب اللي الأستاذ توحيد ذكره يؤدي إلى هذه النتيجة؟ يعني ذكر مثال أسوان نتيجة قاسية جدا، فهل الأستاذ توحيد بيتكلم صح 100%، وإلا ما كانش هيبقى كليات الإعلام فيها قسم للصحافة وقسم للإذاعة والتلفزيون. يعني أصلا في العلم العملية فيها تخصص. الجزء الثاني زي ما الأستاذ توحيد بيقول إنه فعلا الخبرة عليها مع العلم مع التدريب مع التأهيل ليه عامل كبير جدا. ثقافة الحشد أصبح الإعلام في الحقيقة في خلال ال4 سنين اللي فاتوا، يمكن قبلها كمان بفترة، بيحشد طول الوقت، بيشحن في المجتمع في أي اتجاه. وفي الحقيقة حالة العنف اللي بيعيشها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة جزء كبير جدا منها ثقافة الحشد. ويمكن الحدث في أسوان بيؤججه أيضا الإعلام بعرض صور، بعرض قتلى، بطرق معينة، ببعض البرامج اللي تناولت شغلتي كإعلام على فكرة كمان إن أنا أنقل الصورة والخبر كما يحدث، نقل مش وليس برواز. خلي بال حضرتك، العملية مش نقل، العملية ان انا بنقل ولكن بحط براويز كتيرة جدا جدا في الاتجاه اللي المقدم عايز يحشد في اتجاه. وعشان كده دور الصحفي غير دور الاعلامي اللي بيدير الحوار او بيدير النقاش. دور الصحفي هو بينقل الخبر ويجمل الخبر او بيطرح الخبر برؤى معينه. اما دور الاعلامي لابد ان يكون محايد، لابد ان ينقل الحوار من ضيف لضيف، لابد ان يلجا ايضا للمتخصص في تفسير المواقف وتفسير الظروف، ولا يملي رايه ولا يوجه بوجهه نظره. لكن لو احنا حاولنا نرصد النماذج اللي الاستاذ توحيد بيقول عليها، هنجد انه حتى ساعات بيجيب الضيف وبيبقى الضيف متخصص بس هو بيملي عليه وجهه النظر ويذهب به للاتجاه اللي هو عايزه. يعني احنا هو عايز ايه. احنا متفقين دلوقتي، مش احنا يعني ضيوفنا الاعزاء هنا متفقين دلوقتي ان هم بيحملوا الاعلام الحاله التي بيعيشها الشعب المصري. لا، مش بحمل الاعلام لوحده، ولكن الاعلام هو الضيف الرئيسي في كل بيت مصري. خلينا صراحاء مع بعض. ما هو انا برضو ثقافه المصريين البسطاء تشكل من الاعلام، واتجاهاتهم تشكل من الاعلام، أيوة، وارائهم تشكل من الاعلام. لانه مش كل 18 يعني ان انا الشيء اللي انا عايزه اوصل له، ال 18 يوم دول محدش وجهنا ليهم. من يوم 28 يناير بالذات 2011 لغايه 11 فبراير
وبعديهم بكام يوم لغايه صدمه الاستفتاء شوفي حضرتك 19 مارس لأنه احنا كنا شعب زي الفل، لان دي كانت يعني شعب زي ما بيقولوا عليه في الكتاب. عارفه ليه حضرتك؟ لانه كانوا الخبثاء، ازاي قدرت اعمل الخبثاء دول؟ كانوا لسه بيجهزوا نفسهم، الايدي الخبيثه سواء داخليه او خارجيه كانوا مخضوضين، والحدث بالنسبه لهم غير متوقع، فظهر المعدن المصري على حقيقته وعلى اصله، لان المصريين دول اكتر شعب بيحب بلده، عندهم حاله من الانتماء الغير طبيعي. بتظهر بصور مختلفه وبتيارات مختلفه وباشكال مختلفه، لكن كل واحد بيتحرك هو بيحب مصر. انما المشكله انه عندما يحرك هذا المواطن البسيط دون ان يدري ودون ان يعي الى اتجاهات قد تكون عكس مصلحته وعكس وطنيته بخبث شديد جدا. هناك اموال كثيره جدا تنفق، هناك تمويل كبير جدا من جهات خارجيه وجهات داخليه، هناك اصحاب مصالح بيحاولوا يفرضوا مصالحهم، والوقود بتاعهم واللي بيحركوهم البسطاء اللي مش فاهمين اللي بيلعبوا بيهم في كل اتجاه. والاعلام، الادوات اللي كان الدكتور الاستاذ توحيد بيتكلم عليها ادوات بتتحرك ايضا وفقا لهذا التمويل. خلينا واضحين مع بعض، احنا في ال 18 يوم الاولانيين كانوا بيجهزوا ازاي يتصرفوا مع الكارثه اللي بدات تحصل، ازاي يتصرفوا مع المارد الوطني اللي خرج في ال 18 يوم، فالكل كان بيرتب نفسه وبيعيد المداخل اللي هو هيدخل ليها. في الحقيقه في بعض الناس بغباء شديد جدا انساقت من غير ما تقصد، وبدا يحصل اطماع لبعض الناس، نطمع بعض الناس بمزايا وبحكم وبالسفتة وباللي هيقول عشان الاستقرار عشان الامان ويلا بسرعه قولوا عشان تخشوا الجنه، وبعد ما نقول نرجع تاني نعمل اعلان دستوري وكانه ما حدش قال تعديل دستوري، وكانه الدستور ده اصلا مش مع اول بيان للمجلس العسكري عطل العمل بالدستور، لا ده احنا بعديها بشويه بنستفتي على تعديل بعض المواد للدستور، والناس اللي المفروض انها كانت هتتكلم في الامور الدستوريه والامور القانونيه في ثبات عميق ومحدش بينور هذا الشعب او هذا المجتمع، وبعد ما الناس تقول عشان الاستقرار وعشان تخش الجنه وعشان تتحشد وعلشان يطلع لنا اعلان دستوري. يعني طب لو الناس قالت لا كان هيحصل ايه؟ بعد ما يطلع اعلان دستوري نبتدي نغذي في صراعات ما بين تيارات الى اي مدى اللي احنا فيه. الى اي مدى كان دائما بيلعب عنصر اللعب على الدين مجال علشان أؤجج ثورات في حته او عشان اغير إلى مدى نظام طويل الدولة. وحتى الان والى مدى طويل. لا ما حتى الان احنا شهداء، احنا جيل ابو ثورتين يعني لكن انا بتكلم اذا كنا بنرصد من خلال علم الاجتماع السياسي العوامل عاده التي كانت يمكن ان تقود الى ثوره او تساعد على هتتخضي لو قلت لك انه حصل حاجه ايجابيه جدا في السنه اللي فاتت، حاجه ايجابيه من منظور علم الاجتماع السياسي ما كناش نتوقعها ابدا، وكنا في كل دراساتنا بنقول ازاي يا ربي نفصل المواطن البسيط على انه يفصل الدين عن السياسه، على انه ما يقولش ان الناس دي بتاعت ربنا وان انا هدخلها في السياسه عشان دي بتاعت ربنا. اللي حصل في الحكم خلال الفتره اللي فاتت في خلال السنه او السنتين او الاربع سنين اللي احنا فيهم ان المواطن البسيط في الشارع فصل الدين عن السياسه وما بقتش بالنسبه له اختياراته السياسيه مرتبطه بالدين، وده اللي احنا في علم الاجتماع كناش متوقعينه ولا حتى بعد عشرات السنين، بعد ما كان تأصل في المواطنين البسطاء والشخصيه المصريه البسيطه انه دايما انه الناس دي بتاعت ربنا وان الناس دي هي اللي هتقودنا الى الصلاح والى الفلاح ووراء ربنا. اللي حصل ايه؟ ان احنا خلال الاربع سنين دي المواطن البسيط بدأ يفصل وبدأ يعرف ان الدين حاجه والمتاجره بالدين حاجه اخرى، وانه الاختيارات السياسيه مش مرتبطه بالمتاجره بالدين، واعتقد ان ده يعني حاجه ما كناش نتوقع ابدا صحيح. ان احنا نوصل لها بالسرعه دي. هو الحقيقه كل ما مرينا به خلال الثلاث سنوات الماضيه اكيد ترك اثر عميق جدا في نفوسنا جميعا. رصدنا ده من خلال تقرير هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي وراي الشارع المصري بكل ما مرينا به خلال هذه. ثلاث مشاكل عندنا ما اتغيروش سواء في النظام القديم او النظام ده او النظام اللي قبله او اللي قبله: الفقر والجهل والمرض، واساس اي مشكله الفقر اللي بيستغلوه الجماعات الارهابيه اللي موجودين في مصر. اولا بالنسبه للاحداث اللي هي في اسوان، احنا عايزين لو نرجع شويه كده هنلاقي قد تكون متقاربه شويه الفتنه دي زي لو رجعنا في موضوع احداث بورسعيد.
اللي هم لما كتبوا يافطة بلد البلا ما فيهاش رجالة، هي نفس الفعلة اللي حصلت على الحيطان. دلوقتي كل واحد عايز يحكم نفسه، اللي هو يعني انا جيت انت عملت لي كده، لا هعمل لك كده وكده وكده. بالنسبه بقى للي في اسوان دي، فدي فتنه، ولا هقدر اقول عليها سياسه، ولا حد يقدر يجرؤ يقول عليها سياسه. العنف الاسوان دوت برضو دوت حصل فتنه ما بينهم، عمر ما كانوا كده. اسوان دي كانت جميله جدا، وكانت بلد سياحي وبلد جميله. هي حاجه حصلت ان الاخوان دخلوا فيها بسبب الاخوان وبسبب الانتخابات وبسبب، لكن هي اسوان اصلا مش كده خالص. بالنسبه للعنف الموجود حاليا ده تراكم سنين، يعني مش من اليومين دول، ده اهمال من الدوله من السنين اللي فاتت بالنسبه للحاجات القبلائيه دي، واللي بيحصل دلوقتي حاليا من الموجوده من الاخوان اللي هم بيعملوا فتنه دلوقتي حاليا عشان يعطلوا خريطه المستقبل، خريطه الطريق اللي هتنقل شعب مصر. واخدين الثوره دي فهموها بشغل بلطجه وبشغل عافيه وحتى يعني مش عارف اقول لك، يعني حتى البياعين لما بتقف في الشوارع مش مخليين مكان فاضي حتى للناس البني ادمين تمشي فيه. وكل ما تيجي تتكلم مع حد تبص النهارده لما اقول لك ايه، اقول لك ان العيل الصغير طالع بيتعلم البلطجه من الناس الكبيره اللي هي اصلا بقت تتعامل بالبلطجه. النهارده في كل يوم وكل دقيقه بنشوف ارهاب، وبنشوف ناس بتموت وظباط بتموت وكل الدنيا بتموت. فاحنا عايزين بقدر الامكان بحكومه مصر تشوف الناس ديت عايزه ايه بالظبط، واحنا معاها، احنا مع الحكومه، وفي اي وقت احنا معاها، واحنا نقدر نتحدى اي حد. اذا كنا بنتكلم عن عنف الجماعات الاسلاميه او عنف التيار الاسلامي عموما، فانا شايف ان احنا عندنا محورين، محور في سيناء تتبناه الجماعات التكفيريه والجماعات المسلحه، هي في صراع مع الدوله المصريه منذ سنوات طويله، بينتج عنها قيام بعض التفجيرات وقيام ايضا الجيش بيقوم بضرب تلك الجماعات في معاقلها، بينتج عنه مقتل المدنيين، بيكون رد فعلها ان هي بتدمر بتقتل ضباط وجنود شرطه. اخرها عنف جامعه القاهره اللي مات فيه حوالي 3 أو 4. نعود مع حضراتكم مرة أخرى. والحقيقة أستاذ توحيد والدكتورة هالة بتتكلم يعني وترصد وتذكر رصد ل يعني تأثير الإعلام في الشارع المصري والعنف في الشارع المصري. حضرتك قلت جملة هامة جدا، قلت إن في أخطاء كمان مهنية، فأكيد لازم يعني نتوقف عند هذه الكلمة. الخطأ المهني واضح ألف به. يعني قبل كده سألوا هل في الصحافة هناك حيادية؟ أنا قلت إن مفيش حيادية في الصحافة، لأن الصحفي عندما يتبنى موضوع وهو طالع له أو هو بيحط القلم في أول حرف، هو متبني قضية، حتى ولو كانت قضية الحرية، متبني قضية الحرية، متبني قضية الشرف، متبني قضية الشرف، متبني قضية أي قضية، هو متبني قضية. فهو تعود طيلة حياته أنه هو لما يتوجه بالإعلام سواء بيتكلم أو سواء بيكتب هو متبني قضية ما، شريرة بقى جميلة بقى أيا كانت، إنما هو في النهاية متبني قضية. إنما الرجل الإعلامي الحقيقي الأساسي اللي هو المتخرج كلية الإعلام كي يكون مقدم برامج أو يكون مذيعا، هذا تعلم أنه لا يتبنى الرأي، هو بيعرض الرأي، بيبقى جايب الاثنين وهو ممكن يكون رأيه ثالث لكن محتفظ برأيه لنفسه. وهنا بنمنع شرور الإنسان إنها تقفز من الشاشات إلى الشعب فيه نسبة أمية كبيرة، حتى المتعلم منه واللي معاه شهادة لو خدناه وأخضعناه يعني لبحوث أكاديمية ثقافية هنجد إنه هو غير مكتمل ثقافيا، لا زال عنده بعض البذور من الجهل في نقاط شتى يعني أو مواضيع شتى. فعلشان نمنع الشرور التي تتطاير من الشاشات عبر صحفي قاعد بيلعب دور ليس دوره في الأساس إنما هو مستغل لشيء معين، لازم نعلمه. يا إما الدولة تقف علشان تقيد هذه البذاءات التي تخرج علينا من الشاشة، وأنا أعتقد أن التقييد هنا، وأننا لما نيجي نطالب بالتقييد المحترم فإن احنا بنسعى إن الشعب المصري صورته تكون محترمة، اسمه يكون محترم، كلمته تكون محترمة. لأن أنا لما أدي صحفي قاعد عمال يشتم وعمال يسب وعمال يلعن وعمال يجيب ما لا أنزل الله به من سلطان، وعمال يكذب وعمال يقول معلومات غلط ما نعرفش هو جابها منين أساسا، وعمال الكاميرا تكذبه، وعمال اللي يطلع ورا الكاميرا يقول له أنت كذاب، وفي الشارع أنت كذاب، أنت بتنهار بمهنة الصحافة وواخد معاها كمان مهنة الإعلام.
يعني انا عايز اقول واحذر الاعلاميين الحقيقيين او ان الدوله اللي هي مسؤوله عن الاعلام، انت سايب الصحفي بينهار بمهنه الصحافه وواخد وراها مهنه الاعلام. هو بيدمر دلوقتي مهنتين مش مهنه واحده. مهنه الصحافه هو مدمرها اساسا على الورق، سيبه يدمرها على الورق مفيش مشاكل، حاسبه لان الورق محكوم. الورق حضرتك بقدر احكمه ان انا ممكن ارفع عليه قضيه او ان انا اقدم فيه بلاغ واقول له قدم لي مستنداتك على ان الموضوع اللي انت كتبته ده سليم ولا مش سليم. وانا كصحفي ما بنامش الا وانا مجمع ورقي وحاطه تحت المخده وعامل حسابي ان بكره هيجوا يدوروا عليا، فانا هطلع الورق. انما اللي قاعد صحفي بيلعب دور الاعلامي ومنطلق، مفيش اي محاذير، نو باندرز، يعني منطلق على الناس، ولا يهمه المهنيه ولا همه ان الخبر ده سليم ولا مش سليم، لدرجه ان في بعض كليه الاعلام عامله بحوث حاجات مرعبه. يعني بيقول لك ان في 1000 خبر مثلا خطا من خمس اخبار ولا 10 اخبار سليمه. ده انهيار في المهنه. طب بعض الاحيان بيعتبر انه السوقيه تميز. لا مين اللي قال يعني بعض الاحيان طريقه السوقيه بيعتبر ان دي بتعمل له جماهيريه. هقول لحضرتك معلش اسمحوا لي هتدخل هنا، هقول لك بيعتبروها ازاي تميز. لانه للاسف اللي بيحصل ان احنا بنقيم البرنامج او ما يقدم بحجم اقبال الناس عليه، وحجم اقبال الناس عليه لما الاقي معلن. يعني نحن نقيم طبقا لهذا البرنامج الاعلانات، ليه اعلانات ولا لا، والشركات المعلنه بيجذبها هذا الشكل المستفز احيانا وهذا التجاوز احيانا، فبيبتدوا يلجأوا يتقلبوا عليه، فيعتبر هذا نوع من النجاح. انا معاكي، ده وصل لدرجه هكذا يقيم الاعلام حاليا. انا معاكي، ده درجه ان هو ابتدى يحط في قلب السكريبت اللي هو بيتكلم منه، اذا كان بيتكلم سكريبت، وانا لا اعتقد لا ده بيتكلم همجي كده قاعد على المصطبه. ابتدى يحط بذكاء شديد، بذكاء الكاتب او بذكاء المهنه، بخبث شديد وشر يعني غير مسبوق، يحط كمائن ويبتدي يسب او يبتدي يطرح قضيه يعني شاذه تكاد تكون شاذه حتى تخرج بقيه القنوات. شوف الاعلامي فلان الفلاني على القناه دلوقتي بيقول ايه علشان يبتدي يكذب، وابتدى يتصارعوا مع بعض في البذاءات علشان مين فيهم يجذب الاكثر ومين فيهم يجذب مين في ده. ولا يعني قيمه الموضوع من كان هو صاحب بقى التاثير. احنا بنقول ان احنا لدينا ظاهره لافته للنظر، ان احنا كلنا بنعلق ان هناك مشكله اصبحت لابد من اخلاقيه. انا بتكلم في سلوكيات الناس في الشارع مع بعض، بيطالبوا بالغاء وزاره الاعلام، وانا اعتقد ان هذا كمين بيطالبوا بالغاء وزاره الاعلام، وانا اعتقد ان اللي بيطالب بهذا الطلب بان هو بيضع كمين للشعب كله. ليه؟ لسبب بسيط، لان وزاره الاعلام في النهايه هي نوع من انواع يعني السلطه الرقيقه المتابعه من بعيد، هي لا تتدخل في القنوات بدليل اللي احنا شايفينه. لان لو كان في تدخل كان الاخواننا دول كانوا وقفوا شويه، يعني كانوا وقفوا شويه على المواطن البسيط. انا ممكن اميزهم، ممكن اكشفهم، ممكن ابقى عارف اصله وفصله، ممكن ابقى عارف تاريخه. انما المواطن البسيط اللي قاعد في الشارع بيتعامل معاه على اساس ان هو نجم كبير قاعد بيتكلم عليه. لا، هو ما بقاش نجم دلوقتي، ده هو دلوقتي خلاص وصل اسفل السافلين، رافعين له الاحذيه في الشارع. هو فقد يعني البعض والبعض يعني لا بس كتير، لكن حتى لو تغيرت هتكون تابعه للدوله. يعني في الكمين حضرتك اللي احنا بنقول عليه، الكمين اللي هو بيتنصب دلوقتي للدوله وللكلمه المصريه، ان انا لو الغيت وزاره الاعلام فانا الغيت كل الرقابه. إذا ألغيت وزارة الإعلام حط رقابة معينة، ليست رقابة بالحرية. ما هو المقترح أن يكون هناك مجلس خاص بالإعلام، وأن يكون هناك ميثاق يعني بتوقع عليه كل القنوات. الميثاق دي أنا عايزة أتكلم فيها، أوريدي في ميثاق. مين اللي هيتولى؟ يعني وكأنه ميثاق العمل الإعلامي. الميثاق غير المجلس. بقول لحضرتك الميثاق غير المجلس، احنا بنتكلم على المجلس. مين اللي هيتولاه؟ إذا كان مجلس أو إذا كان نوع من الرقابة الجيدة، الرقابة الأخلاقية، الرقابة في الآداب، الرقابة في الرأي الغير محرض. لأن أنت دلوقتي علشان تعمل في دولة تريد أن تبني أو تعمل في دولة تريد أن تنتقل من وضع إلى وضع. طيب تعالى ما نتكلمش على الماضي، تعالى ما نتكلمش على الإعلام في الفترة دي. ابني للإعلام الجيد في المرحلة الجاية، ابني في الإعلام الجيد اللي هيقدر يساعد رئيس جمهورية محترم عايز يؤدي برنامج انتخابي محترم، أو عايز يقنع الشعب بشيء محترم دون إسفاف ودون نفاق ودون أي شيء.
علشان نوصل بمحايدة أم بدون محايدة؟ لازم حيادية على فكرة، مش هننجح إلا بالحيادية. علشان نوصل لده لازم نوصل من دلوقتي لوضع منظومة فيها نوع من الرقابة الأخلاقية. أنا لا أطالب برقابة لمنع الحريات. كان لا يخرج علي أخ من النجوم الجميلة دي إنه اللي هو عايز ينطلق وعايز يستفرد بالشعب ويقول لي ايه ده انتوا بتطالبوا بمنع الحريه. لا انا لا اطالب بمنع الحريه، انا اطالب باخلاقك يا اخي. انا بطالب ان انت تتعلم. انت انسان غير متعلم اعلاميا. لازم يكون في جهه تؤهلك ان تكون اعلاميا، تعلمك ازاي وتقومك. لازم حضرتك يكون في جهه تقويم، لازم يكون في تقويم للاعلامي. اذا كنت تريد الحريه قوم الحريه. انت دلوقتي بتمنح الحريه، لازم تقومها بمسؤوليه. لازم تبقى في مسؤوليه. ليها تعليق ويا دكتور نتطرق للعنف في المجتمع. احنا عندنا مشكله في المفاهيم في الحقيقه، مشكله صعبه في المفاهيم. بنخلط ما بين الحريه والهمجيه. الهمجيه مرفوضه من الجميع، ومن يطلق على الهمجيه حريه فهو جاهل. انما الحريه وحطينا لها حدود من زمان قوي بسيطه، انت حر ما لم تضر. يعني حدود الحريه ما لم تضر نفسك او تضر الاخرين. اذا الامر دخل في نطاق الضرر بمصالح المجتمع ومصالح الناس ومصالح الوطن فهو ليس حريه. لازم نكون كلنا واضحين في هذا النطاق. اما مساله البذاءات اللي ممكن تتقال، مساله تأجيج العنف اللي عمال يحصل، مساله الشحن الغير طبيعي في المواطن المصري خلال الفترة الطويلة أصبح ضار جدا بمستقبل هذا الوطن. في الحقيقة الشعب المصري قطاع كبير جدا منه رقيق الثقافة وبسيط الثقافة. أنا ما بحبش أقول أمي، لأن في بعض الأميين عندهم قدر من الثقافة الاجتماعية وقدر من الرغبة في إن هو يعرف وإن هو يتعلم ثقافيا، فبيبقى فاهم حاجات كتير، ربما ما بيقراش وما بيكتبش، وفي قدر من يدعوا الثقافة ما عندهمش ثقافة. لكن خلينا نتكلم على الثقافة الاجتماعية، ثقافة المجتمع اللي هي ممكن تنقل المجتمع من حالة لحالة. في الحقيقة في الفترات الأخيرة طول الوقت عندنا زخم سياسي غير طبيعي، والشحن في العملية السياسية غير طبيعي، والمشكلة الأخطر الترهيب من المستقبل. وأصبح كل من يبرر فشله بأنه مش هينفع أن احنا ننجح. كل واحد مش عارف يواجه مشكلة، كل واحد مش عارف يطرح رؤى، كل واحد مش عارف يقول آفاق مستقبلية، فأصبحنا إن إحنا مش هنقدر، وإن إحنا مكبلين بمشاكل، وإن إحنا مكبلين بأعباء، وإنه لا مفيش، لازم نتحمل قوي لفترات طويلة. كل ده مش طبيعي، لأن إحنا لازم ومحتاجين إن إحنا نلجأ للخبراء ونلجأ للمتخصصين، ونبتدي نظهر بإعلام تنموي حقيقي يطلع للمواطن البسيط بقدر من الطمأنينة. أولا إحنا من حيث الموارد إحنا أغنى دولة في العالم، ولكن مشكلتنا ان احنا مش قادرين ندير الموارد بتاعتنا صح، من اولها المورد البشري. يبقى انا هنا محتاجه انه ويمكن مثال بسيط قوي كان من خلال شهر فات كده، كانت دبي نمره 1 على العالم في الطرق، ومصر 172، وفرنسا نمره 2. طب لما جم يشوفوا دبي اللي هي طالعه نمره 1 على العالم في الطرق، درسوا قالوا ان 98% من المهندسين اللي بيشرفوا على الطرق من اول الاستشاريين للتنفيذيين لكله مصريين. يبقى اذا العقل مصري والتنفيذ مصري. موجود في دبي قالوا التنفيذ والعقل الاداره. لا في تخطيط واداره، عمل الشكل اللائق، تخطيط والتزام واستلام وتنفيذ وكل حاجه. والاداره لما جم بقى، ما هي اداره بكل يعني معاييرها، ما هو العقل ده بيدير وبيخطط وبيرسم وبينفذ، كل دي عمليه اداريه. طب قالوا لا ده دبي فيها امكانيات بتصرف اكتر. تخيلوا بقى ان احنا طلعنا بنصرف قدهم مره ونص على نفس مساحه الطرق، بس هم بيصرفوا على الطرق، انما احنا في فلوس كتير من تحت الترابيزه، وفي فلوس كتيره مش على الطرق نفسها، ونغمض على بعض الاخطاء ونستلم الطرق وفيها مشاكل وفيها اخطاء. كل ده فساد. يبقى اذا القصه مش في عدم وجود خبرات، مش في عدم وجود عقول، مش في عدم وجود كفاءات، لا موجوده، بس محتاجين نحط مرجعيات. اي مجتمع في الدنيا بيبنى من خلال مرجعيه اخلاقيه اللي هي اساسها بتبنى الامم. لما نقول وإنما الأمم الأخلاق، هي فعلا كده، لأنه الأخلاق عبارة عن ترجمة قيم الدين إلى واقع، أو قيم الإيجابية إلى واقع، تبقى منهج حياة. مرجعية قانونية ودي بنلجأ ليها مع المخالفين للقانون، ولكن برضو لابد أن تفعل، ولابد أن يكون للقانون قدسية، ولابد أن يثق الشخص في كفاءة القانون. مرجعية اجتماعية بتقول لنا إمتى هنسقف لك وإمتى هنلومك،
اللي هو التوقع والفعل ورد الفعل والتوقع الثقافي. مرجعية مؤسسية أبقى عارفة مين هيغلط ويتحاسب داخل مؤسسته، والمؤسسة دي هتقول إيه هي معايير الجودة ومعايير الكفاءة. عشان يبنى أي نظام لابد من المرجعيات دي. طب إذا المرجعيات دي اختفت فشل النظام. في ختام الحلقه مشاهدينا بشكر الكاتب الصحفي الاستاذ توحيد مجدي، شكرا يا فندم لحضرتك على اللقاء، وايضا بشكر الدكتوره هاله منصور استاذ علم الاجتماع السياسي. شكرا يا دكتوره. شكرا لحضرتك. انا بس عايزه اقول للمصريين كلمه واحده قبل ما نختم، انتوا قدرتوا تعملوا في اقل من 3 سنين ثورتين، عندكم استعداد ان انتوا تعملوا واحده ثالثه، ارجو انكم تعملوها، لكن ليست ثوره على النظام، خليها ثوره على النفس لو سمحتوا. نحن في حاجه الى ثوره على النفس. ابدأ بنفسك وأسرتك وأهلك وعيلتك وجيرانك. مصر في حاجة إلى ثورة ثالثة، ولكنها ثورة على الأخلاق الهابطة وعلى سوء السلوك وعلى الألفاظ وعلى البذاءة. نحن في حاجة إلى ثورة مصرية من أجل إعلاء الأخلاق المصرية مرة أخرى. في ختام اللقاء بشكركم أعزائي المشاهدين. الأسبوع القادم الشارع المصري معكم، وحلقة جديدة وقضية جديدة تهم الشارع المصري.